الفيديو ده مهم قوي، مش بس مقارنة، هيحميك من حاجات كتير قوي. ولو في بيزنس هيروح لده وهيروح لده، ولو انت عندك مجال هرشحهولك ايه الفرق وايه مميزات وعيوب كل من شوبيفاي ووكوميرس. Wake up, get out the sheets. We came from one man, forget that piece. You take the west side, take on the east. I'ma put them in the cage, never let out the Stop it. السلام عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اخوكم سيف محمود من ايكوم بلاكر. النهارده عايز اتكلم في موضوع مهم جدا. سيف، هو انت ليه مش بتتكلم على اي بلاتفورم تاني غير شوبيفاي او اي حاجه تانية؟ والله السبب شخصي ان انا برتاح للشوبيفاي، ده شخصي. حاجه تانية انه شوبيفاي مترقمه ان هي من احسن كاستمر سبورت من ضمن شركات العالم كله، فبالتالي دول حاجتين يطمنوني في اي حاجه تانية. هل معنى كده في بلاتفورمز تانية اشهرهم في الوطن العربي طبعا بتاعت اخونا الكبير سيمو لايف، يو كان دوت شوب، وفي سله، وفي في مصر زمت. فجيت ان هي بتاعت دينا داش، وحتى كلمتهم وقلت لهم على لو هم محتاجين اي حاجه انا تحت امرهم بشكل مجانا. انا ما بطلبش، بس قريب قوي على فكره هطلب موضوع الافيليت ده والعمولات. فيها فلوس يا عم، فيها فلوس ومش هاخدها منك. مهم، فاحنا عندنا حاجات كتير قوي. طب انا اعمل ايه؟ اول حاجه عيب الشوبيفاي ان هو بالدولار، بسم الله الرحمن الرحيم كده. طيب تاني عيب للشوبيفاي انه شهري. تالت عيب للشوبيفاي انه غالي. كل دي اسباب ماديه. وبالمناسبه شوبيفاي بياخد عموله على المبيعات. لو عديت سيرتن ليفل معين بياخد عموله من المبيعات. طب يا سيف، طب ما انا بستلم من السترايب او كده، بيحط لك على الفاتوره يا سعاده الباشا. طيب شوبيفاي مش محبذ انه اي حاجه غير شوبس، يعني ما ينفعش اعمل عليه بلوجز. اقدر اعمل عليه بلوجز، يس طبعا، بس مش مين، يعني هو مش تبع الحاجه دي. بس اقدر اعمل يعني اي مجال تاني، بس هو زراير يعني اكنك جايب تابلو طياره وتحطه في عربيه. بس دي طياره بس هينفع العربيه، بس هو ده بتاع طياره، ده بتاع اونلاين شوبس. طيب حلو قوي. العيب الاخير اللي بعض الناس انه سيف انا مش كويس في الانجليزي، شوبيفاي ما عندوش كاستمر سبورت بالعربي. طيب حلو قوي. بس صدفة مرة قابلت حد أردني كان شغال في شوبيفاي، ولما كلمني قال لي أنا أنت عربي وبتاع، وقال لي أنا إيه بقى، بيرزع كلمة عربي كده في النص عشان طبعا مكالمة متراقبة. يعني عامة الأردنيين شغالين في بايونير عندها سبورت عربي، سبورت سترايب هيبقى في دبي. لو أنت في دبي هيبقى ليك سبورت عربي في بعض الأحيان عامة يعني. بس شوبيفاي ملوش خدمة عملاء بالعربي، ولو دخلوها يبقى بعد الفيديو ده مش اثناء الفيديو ده. طيب حلو قوي. عيوب الووكوميرس. الووكوميرس معقد جدا. تاني حاجة لازم بيمنت جيت واي خارجية. يعني شوبيفاي عنده شوبيفاي بيمنت، يو كان عنده البيمنت جيت واي بتاعه، بلس بيز دي بقى اكتشفتها، دي بلاتفورم برضو عندها بيمنت جيت واي بتاعها. يعني انت بتعمل بلاتفورم وهم بيستلموا لك فلوسك ويدوها لك، اسمها بلس بيز. يا رب اكون مفتكرها صح، خلينا نتاكد منها. بلس بيز اي كوميرس، اسمها بلس بيز. دي profitable drop shipping without any third party، يعني مش عملها ماركتنج كويس، بس اعملوا ريسيرش عليها مش هتندموا. طيب عيوبها ان محتاجه ديفلوبر، محتاجه حد بتاع ووردبريس. طيب تالت حاجة عيب فيها ان الموضوع عشان يعمل اي حاجة لازم بلجنز. يعني ابسط الاشياء بلجنز، يعني اضافات لازم تضيف حاجات. يعني ايه، هو بدائي جدا، ميزة في بعض الحاجات، بس ايه، هو مش مديك حاجة، هو على الابيض. بمعنى ايه؟ خليني اشرح لكم جزء بسيط جدا عشان لو حد مش عارف الويب سايت، معلش لاحظوا يعني، راعوا الناس اللي برضو اللي مش فاهمة. الويب سايت ده يا جماعة عبارة عن شوية داتا، ويب بيجز، الصفحات دي بتترفع على السيرفر ده بيبقى العام ده السيرفر زي فلاشة كده، زي هارد ديسك. كل الناس مسموح انها تخش على الصفحات دي، تمام؟ فانت الهارد ده اسمه هوست،
والعنوان بتاع ده اسمه دومين ادرس، دومين ادرس. تمام، عنوان الهارد ده وعنوان السيرفر ده اسمه دومين. تمام. الليله اللي انا بتكلم عليها دي في الوو كوميرس، انت بتشتري كل حاجه لوحدها، بتشتري الهوست لوحده ومش عارف ايه كذا كذا كذا، بتشتريهم مره واحده، بس انت بتلنك كل ده مع بعض. فبدائيه جدا، يعني معقده، يعني مش معقده، مش سلسه. شوبيفاي بقى هو بيديك الهوست وبيديك الدنيا، وانت لو جبت هارد بسيط في الوو كوميرس ساعات الويب سايت ممكن يبقى بطيء، الكلام ده كله شوبيفاي بيديهولك. رغم ممكن انت ممكن يعني ايه، مش انت تسمع عن في مصر سيستم وقع مش عارف ايه، عشان هما بيجيبوا هاردات او هوستنجز ضعيفه وضئيله ومش بتستحمل الناس اللي داخله على الهارد ده. الهارد ممكن يضرب. الشوبيفاي كندي يا جماعه، اقوى سيرفرز في الدنيا كندا. طيب الويب سايت ده عشان يتعمل لازم حاجه اسمها البروتكشن بتاعه اسمه SSL. تمام. شوبيفاي بيدولك ببلاش. الوو كوميرس عيبه انت لازم تشتري الاس اس ال. الحاجات دي كلها على فكره بتبقى رخيصه، بس الفكره كلها ان الحاجات دي انت لو سقطت انك ما تعملهاش كارثه. شوبيفاي قشطه ايميل وبتاع وممكن اتكلم معاه، هو بيديلك الحاجات دي، لكن وو كوميرس مفيش الكلام ده. يبقى السكيورتي بتاعه انت اللي بتتحكم فيه، انت بتتحكم في كل حاجه. السكيورتي بتاعه ممكن يبقى ضعيف، انت بدائي جدا ومعقد جدا. ده 3 حاجات اللي احنا قلناها. رابع حاجه السبورت بتاعهم وحش جدا، لانه السبورت بتاعه من الاخر هو فريلانسرز ديفلوبرز على المنصات الفريلانسنج، ده السبورت بتاعك. فالسبورت بفلوس من الاخر. يبقى كده احنا خلصنا العيوب بتاعه الوو كوميرس. اختصرها لك عباره عن payment gateway issue، انك بدائي جدا ومعقد والسبورت بتاعه مش منه فيه. وخامس حاجه انه السكيورتي بتاعه انت بتتحكم فيه، والموضوع ده بيعتمد عليك انت، مش بتسلمه الناس مختصين، وممكن انت تعك فالويب سايت بتاعك يتفيش حرفيا. طيب حلو قوي، ده اول جزء. طب هل يا سيف انا بستخدم ووردبريس؟ انا بستخدم ووردبريس. موقع ecomplacker.com هتخش عليه تشوف كل البروجرامز بتاعتنا وتشوف الكوتشنج بتاعنا. وخلي بالك انا الكوتشنج عندي معمول بروجرام جديد، مش بس هضمن لك نتيجه وهرجع لك فلوسك لو ما جبتلكش نتيجه. موضوع اكبر من كده بكتير. كلمني تحت واستفسر عن البروجرام ده، واحجز كول وكلم مع حد ويعرض لك عليه لو انت مستعد. تعالى بقول لك بقى موضوع خطر قوي 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 قوي. اي حد بيشتغل وو كوميرس، والموضوع ده انا بخلي منه مسؤوليتي تماما، انا بقوله بالنسبه للحمايه او للمعرفه مش للتحريض. الدروب شيبينج يا جماعه، لو انت لقيت واحد صاحبك جاي يعرض عليك ان هو عنده وو كوميرس دروب شيبينج ستور وشغال، تعرف انه بنسبه كبيره بيعمل حاجه غلط. لان الوو كوميرس انت اللي بتشتري الهارد وبتشتري الهوست وبتشتري السيرفر وبتشتري كل الدومين انت ما عندكش رقيب، محدش يقدر يعمل لك حاجه. فانت ممكن تبيع منتجات كوبي رايتد بحقوق ناس تانية. ممكن يعني معظم الناس الدروب شيبينج ستورز، ودي معلومه خطر جدا، معظم اللي شغالين دروب شيبينج وو كوميرس بيشتغلوا شمال من الاخر. لانه هو لو جه عمل فيك ريبورت عشان يوصل لك قصه، انت اللي عامل كل حاجه. لكن شوبيفاي انت ليك اب روحي، ليك كيان انت بتستند عليه، وهو بيحمي غيرك وبيحميك انت كمان. وقصص شوبيفاي هو اللي متحكم يقفل لك البتاع ده. انت في الوو كوميرس انت اللي بتقفل وانت اللي بتفتح وانت اللي بتعمل كل حاجه. لكن شوبيفاي ممكن تاني يوم الصبح يقفل لك الويب سايت، لكن وو كوميرس استحاله يقفل. فبالتالي دروب شيبينج لو انت يمين طبعا شوبيفاي، لو انت راجل عايز تعمل كوبي رايتد من الاخر عايز تعمل حاجه وو كوميرس، وانا مش بنصح بده. والموضوع ده انا شغال عليه ان انا ابطله تماما، وببتدي اتكلم مع الجهات، لان فعلا الموضوع ده انتشر قوي يا جماعه بجد. وده من الاسباب اللي انا خرجت من جوجل على خير، يعني ان انا لا انا كل اللي باجي استشير حد يقول لي تعالى نشتغل بلاك ومش عارف ايه وقصص، فالحمد لله. يعني نيجي النقطه اللي بعد كده، انا لو هشتغل بلوجز وارتكلز وكونتنت ووردبريس بحت، انا لو هشتغل لوكال اي كوميرس، لوكال اي نوع من انواع الاي كوميرس، دروب شيبينج، ستوك، اي حاجه، شوبيفاي. لو هشتغل هعمل صفحه لشركه او هعمل ويب سايت لشركه، على طول وو كوميرس او ووردبريس. موضوع بسيط وبحت. الفيديو ده كامل اصلا عشان انبه الناس انه الوو كوميرس يا جماعه، وده هتلاقي ناس من الاخر بتكلمكوا على اساس ان عندها بيمنت جيت واي والكلام ده كله. والموضوع ده اتلدعت منه على فكره من 3 سنين. الموضوع وصل لليفلز
يعني انا لو اتكلمت فيها انت 100% من اللي بيتفرجوا عليها هينبهروا ان في طرق من النصب والسرقة بالشكل الفظيع ده، وده بيهدد الاي كوميرس. عشان كده في جماعة بيحاولوا ان هم يهدوا العيال دي باي طريقة، ودول كلهم شغالين وو كوميرس. بس وقول لي بقى انت ناوي تشتغل وو كوميرس اي منصة فيهم؟ ولو في منصة عايزني انا اشتغل عليها اشوف عليها، انا بصراحة جربت قبل كده يو كان كويسة طبعا، مصروف عليها كتير قوي. جربت زمت، بس الفكرة كلها انا بحس شوبيفاي كده وانا داخل بحس ان انا داخل بيتي. يعني حد لو عايز نعمل له او اعلم او اعمل كورس صغير على اي منصة عينينا، يا ريت تقولوا لي تحت. وانت هتشتغل وو كوميرس ولا هشتغل شوبيفاي؟ قول لي. دي اخر حاجات اتذاعت على الجروب الذهبي. الجروب الذهبي مهم جدا يا جماعة، اللينك بتاعه تحت، ما تنسوش. لو في عندكم اي استفسار كلمونا، ولو في اي حاجة احنا هنقدر نساعد، مش هنتأخر عليكم. تابعونا على انستجرام، تابعونا على فيسبوك، تخش الجروب المجانا، كل يوم بينزل عليه محتوى كويس، مش هيضرك، هيفيدك. اشوفكم على خير، سلام عليكم.